السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ هانيين بخير؟ كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم ان شاء الله حتى شي خير، وتكونوا بأتم الصحه والعافيه ان شاء الله يا رب العالمين. شكرا لكم لذوك التعاليق ديالكم. ان شاء الله اليوم الحلقه ديالنا اليوم الحلقه 16. وقبل ما نبدا الحلقه هذه مره اخرى اخواني واخواتي اللي ما مشاركش في القناه يشتركوا ويفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم اي جديد كنزلوا على القناه فضلا وليس امرا. كذلك ما تنسونيش من اللايكات ديالكم والتعاليق ديالكم والدعاء ديالكم بالشفاء. شكرا لكم بزاف، ونبداو الحلقه ديالنا على بركه الله. كيف عاد تنطق بكلام ديما مغزاه كبير، واخا قليل الكلام، واخا ما قل ودل، ما يبغي كثرة الهضره، ما يبغي كثرة اللغه. نخليك ليا نور عينيا، نخليك ليا عنقات وعينك قوي ودافئ، كتأكد ليه باللي ما عمره غيخليها ولا يزيد يتخلى عليها. بهاد العناق تأكد أنها ما تقدرش تخليه وما تقدرش تبعد من جنبه، حيث ولا هو الأمان بالنسبة لها. هي الوحيدة اللي قدرات تشوف فيه الجانب الزوين والمميز. يمكن معاها هي، وهي الوحيدة اللي تعامل معاها ماشي غير مراته وإنما بنته. هي الوحيدة اللي خصص لها حضن ديالها وحدها، الترمى فيه وقت الشدة والفرح والحزن والمرض. لو ما ميزاتش هادشي وما عاشتش فيه كان ممكن تبعد، أو ممكن يكون شيء آخر عكس اللي واقع دابا. حاضنها وضمة ضمة قوية، محاوطها وخاشية فيه. شحال هما معانقين من بعد ديك القبلة الطويلة بيناتهم. حسات في فمها اللي نمل وطلب الشرع، واللي يقول لها أكون غات سكتي، راه لا شدني مثلا اما يطلقني. يا من اللي بقى معنقها، ولكن شوي بدات كتحس بايدها كتزيد توجعها حيت مضغوط عليها وما حش نسات راسها فاش عنقاتو. فؤاد اللي سمع عينينها ووصل العناق كيشوف فيها بعيون متفحصه. لاشنو واقع؟ مالك؟ يانا يدي وجعتني. فؤاد اللي تكاها بلاصتها وغطاها. ارتاحي، وباس في راسها وفمها بوسه خفيفه وضرب دوره غادي خارج حتى. يامنا اللي قالت غترجع. فؤاد اللي جاوبها براسو بنعم ودار خرج من الغرفه. خلاها رجعات كات شاده ايدها بالايد الاخرى كتحك فوق من الباندا على الله وعسى تخفف من الالم. اما هو كيف خرج دخل الاسانسور وركب وضغط على الرقم ديال المستعجلات هبط ليه نيشان. اول حاجه بلغ الطبيب ديال العظم اللي دار ليها الجبيره باش يرسل ليها فرمليه تعطيها مهدئ لايدها باش تخفف ليها الصداع. وهو دخل من بعد ما وراهم الضربه اللي نزفات ليه باش يعالجوها ليه ويشوفوا شنو واقع، لان العرق زاد كيهبط ليه واخا الصنديد وصابر. الطبيب اللي كيقلب ليه في الغرزات، سي فؤاد هاد الضربات فتحوا ليها الغرزات واخا بداو كيبراو، ولكن ظهر ليا فرصيتي بزاف على راسك. فؤاد اللي شير ليه باشاره المعنى من هادشي. الطبيب حرارتك كترتفع سي فؤاد حيت عندك التهاب، والالتهاب ماشي سهل، عندك حتى لداخل. غادي نديرو اللازم، ولكن السي فؤاد شرط خاصك تبقى هنا معانا شي يومين تحت المراقبه المستمره وتحت عيني انا شخصيا. فؤاد اللي عقد غباشته كيهدر ويشوف لتحت ويشالي بايده. لا بلاش، غادير خدمتك. الطبيب اللي بغيتي، ولكن خاص اللي قابلك. فؤاد عندي اللي قابلني غير طلقني ودار خنزر فيه، هاد المره غينطح تاصيلته ويصدق الطبيب اللي خاصو اللي يراقبه. هادي ماشي شي حاجه جديده على فؤاد، من ديما ما كيتسوقش لصحته، ما عندوش اهميه ليها في حياته المافيوزيه واللي عامره قتيله. تربى على ان حياته ماشي ديالو، حتى دخلات يامنا لحياته وحس براسو مسؤول عليها اكثر من راسو. وعلاش لا؟ وهي عمارة الدار اللي في راسو واللي قالها ليه راسو واخا طير للسما وتنزل لا تراجع. رفض قاطع انه ينعس في الكلينيك تحت المراقبه ديالهم. ما لقى الطبيب حتى شي حل من غير انه يلبي ليه شنو قال ليه، لا يجخلط ليه الملامح القى على سبنيت. سوانا ليه الجرح ورجع خيطوا ليه عاوتاني بغرزات وحدين اخرين اللي تفكوا من الداخل ومن الخارج. الطبيب اللي قال غادي نضرب ليك ابره في السيروم باش تهبط ليك الحراره وتستقر ليك، تسنى يحيد السيروم وتقدر تمشي. فؤاد غادي نطلع عند المراه ديالي الفوق. الطبيب ولكن فؤاد اللي ضرب ليه واحد الخنزيره ديال ملتك تزيد تقول شي لعبه غنجخلطك. شنو كاين؟ الطبيب واخا
ناض من فوق الباياص وطلع للفوق في السانسور بشويه شاد في جنبو. كانت متكيه ودها النعاس بالمهدئ اللي عطاوها باش يخفف عليها الصداع. يوم جديد اللي كانت السما عاطيه واحد اللون ما بين الازرق والاسود. كانت قريبه الشمس تطلع. في ايدو السيروم من بعد ما ضربوا ليه الشوكه باش تهبط الحراره. تكف السرير حدا السرير ديالها. كانت ناعسه ما جايبه للدنيا اخبار وبدا كيكمل ليه السيروم. كان حال عيني حتى بان ليه السيروم بدا كيخوى. برك على واحد القرص باش تجي عنده الفرمليه. هنا كانت جات عنده بالزربه. فؤاد اللي شير ليها بايدو باش تحيد ليه السيروم الفرمليه، ولكن باقي شويه ويكمل. فؤاد غير حيديه. مشات حيدته ليه بشوي وحيدته من تما وخرجات. دور وجهه جهتها كانت ناعسه بقى حاضيها، ومن التعب ديال المرض والسخانه غفلاتو عينو وغفى حتى هو حتى صبح الصباح. ضرباتو الفيقه على صوت نجود اللي كانت كتهضر مع يامنه بشوي وبالحس باش ما يفيقش، ولكن هيهات. فؤاد اللي دور راسو جهتها عينيه مجبدين بالنعاس وحجبانو معقودين حتى حنحن. نجود ويامنه دارو جهتو. نجود ولدي صباح الخير. فؤاد اللي جاوبها براسو وعينو مشات ليامنه شويه. يامنه اللي كانت كتعاونها نجود في الفطور حيت مهرسه في اليمنه وصعيب عليها شوي. الحمد لله وانت؟ نجود كيف بقيتي شويه؟ اش وقع لجنبك يا ولدي؟ فؤاد اللي غمض عينيه وعض في شفايفه شد في جنبه حتى قدر يتقعد شوي وهز ايدو كاين فيه. ماشي شي حاجه ما ديريش ببالك. نجود الله ولدي وعلاه اللي ما ندير بالي؟ على انت رخيصه ولدي. فؤاد اللي شاف يامنه ورجع شاف نجود. كاين مغلى مني الوالده. نجود اللي عرفات وقصد يامنه، وهنا زادت تاكدات من حبه ليها وان اللي وقع بدون قصد منه، وقالت الله يخليه ليك يا ولدي الله يخليه ليك. يامنه اللي حضرت عينيها وهي كتبتسم وحناكها اللون الاحمر اللي كيظهر عليهم فور ما كتحس بالمعاني ديال الغزل الغير مباشر عليها. من بعد شوي خرجت نجود باش توصي ليه يطلعوا ليه الفطور، وتعيط الراويه باش تعرف فين وصلات هي والحاج اللي جايبهم صهيب ويوسف باش يطلع عليها. خلاتهم الفوق. فؤاد اللي ناض من بلاصتو بشوي شاد جنبه. يامنه فين غادي؟ ابقى ارتاح غادي يرجع يدرك جنبك تاني. فؤاد تاتا لا ما كاين بس ماشي مشكل، وتوجه بشويه ناحيتها حتى جلس بجنبها. قربها ليه حتى كحاز حداه وحناك بداو كيتوردوا من جديد، ودور ايدو عليها وقرب راسها لعنده خطف قبل على جبينها. باقي فيك صداع؟ يانا ها لا عطاوني الدواء وعطاوني دواء اخر نتبعه. فؤاد مزيان تبعيه وغادي نراقبك واش كتشربيه في وقته ولا لا. يامنا واخا. فؤاد اللي حط ايدو على كرشها عنكش عليها كدرك على حساب الزويه اللي عطاها مسكينه. يامنا لا كانت البارح فاش فقت عندهم تحت دراتني، ولكن دغيا اعطاوني الدواء واليوم ما دراتنيش. فؤاد مزيان غزالي مزيان. هز لها راسها قابل وجهها معاه. يامنا سمعيني مزيان اللي غنقول ليك سمعيه. انت عرفتيني كيفاش داير وعرفتيني في الوقيته اللي شفتيني فيها معصب فحال البارح. ما تقربيش لجهتي، انا خايب وبزاف وما كنبغيش الضد، ما كنبغيش اللي حاديني وانا في ذاك الوضع، واللي مهم اكثر من هادشي ما يديرش شي حاجه كتعصبني. ونقولها ونعاودها اما يخصك معايا خير. يامنا واخا. وسكتت الثانيه ورجعت قالت واخا نسولك. فؤاد اشنو؟ يامنا الياس غادي ما خلاهاش كاع تكمل. فؤاد اللي ضربت خنزيره وعقد غوباشته وبدا كيتعصب. ما تجبديش يا يامنا ما تجبديش داك السوق خليه بعيد عليك، راكي شفتي شنو وقع وعاد مازال كنوصيك. يامنا غير بقى فيا وحضرات راسها. فؤاد غيجيو داركم غدا. يامنا بحزن وسكتات ورجعت قالت حيت ترست امي ما كتموت لا طحت ولا تجرحت، كتقول لي عوينه عندي لا تجرحت. فؤاد يامنا داركم غادي نجيو شوفيهم، كنت غادي نخليك تبقاي معاهم على راحتك وترتاحي حتى. وشير ليها بصبعه الايد المهرسه. تحيدي الباندا من ايدك
حيت خاصني نرجع في هاد اليومين يا منى. ولكن انت مريض، كيف غادي دير؟ فؤاد: يا منى. وتقاد في الجلسة ودار لعندها، قبت لها حناكة بإيديه بزوج وتقابل مع عينيها، كيشوف فيها رغم صغر سنها ورغم الفارق اللي بيناتهم إلا أنها أكبر من عمرها. أي حاجة قالها لها كتفهمها وقادة بمسؤوليتها، ومرأة اللي هو لقى فيها أنه يعول عليها في كل شيء، حتى في حياته الخاصة قادر يعول عليها، وحتى المشاكل ديالو كيحاول ما أمكن أنه يشاركها فيهم، لكن بعض أسرارها ما كتقالش. وخا هكاك كيحاول يشاركها كل شيء، كيحاول كل شيء يكون معاها شويه بشوي ويفهم هذاك الشيء اللي ما عارفاش، وحتى كيلقى انها دغيا انها تساجمات وتماشات مع الوضع. تربيتها تربيه زوينه وزينه بزاف، التربيه على الصبر وتحمل المسؤوليه، وهذه من احدى الاسباب اللي خلاته يزيد يعشقها. فؤاد اللي قابض وجهها ما بين ايديه ومقابلها معاه، كيشوف في عوينات الخضرين اللي كيسحروه. خدمتي ما كتبغيش الرحمه، حتى في المرض نغفل عليهم يديروا ما بغاو. في خدمتي ما كاينش الرحمه، وهادشي بديتي كتعرفيه وانتي معايا ليه. هادشي علاش جيت باش نديك معايا. لو كنتي قلتي لي باللي داركم جايين كنت ما غاديش نجي حتى تشوفيهم، ونجي نجيبك ومنها نهضر مع باك. يامنا واخا نبقى يومين ونمشي معاك، ما نقدرش نخليك وانت مريض. فؤاد بهاد الهضره كيبغي يمغطها تما، غا مراعي حالته ولإيدها أكتر، باسة من فمها بوسات متقطعة. وأنا ما عمري غنخليك، هضرتي هضرة ديال الرجال. يمنا اللي ابتسمات بخجل حاضر عويناتها شوية ورجعات نطقات: علاش بغيتي تهدر مع با؟ فؤاد اللي رفع حجبانه بطريقة في شكل وخا هكاك الابتسامة ما كايناش. شنو ما نتعرفش على نسيبي أغزالي؟ بقى معاها في نفس السرير اللحظات وهما كيهدروا، ولا يقول شي كلمه غير بسيطه اهل السيده كتغرق في حوايجها. الشوق تاني قتلو من جهتها، ولكن ربي ما مكتبش، ديما كتخرج ليه شي حاجه من الجن، ضروري ما تجي شي حاجه اللي تخلي تاني بعيد عليها. ها هما اسمن العسل، ها هي مزيانه لحد الان، ولكن واش القدر غيبقى ديما في صفهم، ديما اسمن العسل؟ ما حدنا عايشين في هذه الدنيا ودايرين بينا الحساد ودايرين بينا اللي في قلوبهم حقد وغل، وضروري ما تلقى هادشي في هذه الدنيا. ما عمرنا غنلقاو راحتنا، وما عمر الفرح والسعاده تبقى مستمره في حياتنا ديما. لحد الان الكوبل ديالنا بسيط في العشق ديالو، واللي عنده معنى كبير هو عشق نقولوا عليه شبه كاين وشبه ما كاينش، حيت ماشي كلشي في الزهر ديال يامنا، وماشي كلشي حسن من يامنا، وماشي كلشي زهره مكفس على يامنا. الدنيا واخا صغيره ولكنها بحر جامع كلشي، ما عارفينش الناس اشنو عايشه وفاش عايشه وكيفاش عايشه واش مكتب عليها. كاينين حاجات حنا كيجيونا غراب ولكن هما عندهم عادي، وفي نفس الوقت حياتنا العاديه هما غريبه عليهم. كاينين الفقراء وكاينين اللي اغنياء وكاينين اللي مسك عليهم الله، وكاينين اللي عايشين فوق بات مات الرفاهيه، الفلوس ملاقي ما يشري بيها. كاين اللي شاري السفن وكاين اللي شاري الطيارات وكاين اللي شاري عجب ديال الدنيا والدين، واللي حنا طبعا ما غاديش نشوفوه، ولو نبحثوا غنلقاو ما اغنى منهم وما اغنى، ولكن حاجه وحده اللي نآمنوا بها وهي الغني هو الله سبحانه وتعالى. كلهم غيموتوا وكيبقى الله هو الدايم ولا دايم غير الله. شويه جابوا ليه الفطور اكل عليه غير اللي قد عليه، وطلب قهوه كحله وبزز منهم ما يقدروش يقولوا ليه لا، ووصى على باكيه ديال الكارو ديالو جابوها ليه وناض. نجود فين غادي يا ولدي؟ ولاش الكارو راه ممنوع هنا وممنوع على صحتك. فؤاد اللي مكيشوفش فيها غادي نخرج لبرا، مشى وخلاها غير كتشوف، حتى شويه دخلات راويه ويوسف وصهيب ومعاهم الحاج اللي اطمئنوا على يامنا، حتى كمل هو السيجاره اللي كان كما حدا الشرجم، حتى دخل عليهم لقى الحاج جمع الضحكه كيشوف فيه بنظره ديال العتاب واحاسيس مخلطه. وخا هكاك سول فيه الحاج: صباح الخير يا ولدي، كي صبحتي؟ فؤاد: مزيان الوليد مزيان. وحك على منخارو وحنحن: الوليد اجي معايا بغيت نهضر معاك.
الحاج اللي شاف نوجود ويوسف ورجع شاف فيه لقاه سبقه وخرج لبرا. كان واقف متكي على واحد الحويط كيطلع على السرجم ديال برا، عاقد حجبانو وطالق التخنزيره، ولكن التخنزيره زايده غزه شويه نظرا للهضره اللي موجد باش يقولها ليه. كيف وقف عليه حك على لحيته شوي ورجع هز في عينيه. الحاج اللي كيشوف فيه نص عين هز منخارو للسما وانطق: اخبار الخير فؤاد. بلا مقدمات وبلا كثرة البلا بلا الوليد، نهار قلت ليك اول مره فاش كنت راجع لهيه غير رجع نعاودها، واخا ما كنبغيش نعاود هضرتي، ولكن انت الوليد ما فيها باس. الحاج: ايه انا عندي ليك هضره وخاصنا نحدو هاد الشيء النيت. هذيك بنت الناس اللي وقفوا بايده فؤاد اللي قال: هذيك بنت الناس قلت ليك عليها النهار الاول فاش حطيتيني قدام الامر الواقع. من ذاك النهار هذيك بنت الناس مرتي، وتحد ما شغله فيا انا ومرتي قلتها. بقى كيشوف فيه باه كان ناوي يقول ليه هضره وصدق كيسمح ليه. فؤاد: مرتي هي مرتي، ما غاديش نعاود هضرتي ومن ذاك النهار وانا شغلي مع مرتي. الحاج: ايه مرتك تعدى عليها وتضربها، مرتك تكرفس عليها باش من حق. فؤاد اللي خبط فوق الحويط بالجد حتى تسمعات الخبطه كانوا خبطات متتاليه. حق انها مراتي الوليد، مراتي، ودخلت تحت جناحي، اخوتي داخلين تحت جناحي حتى هي داخله تحت جناحي وجناحها هي وحده. من نهار جات لعندي وهي ما خاصتها خير، عمرها شكات عليك، عمرها بكات عليكم. الحاج غير كيسمع ليه كيزيد يتصدم من هضرته، كيبين لحد الان انه متشبت بها. فؤاد: مرتي شرعا وقانونا، وخا لعبتوا بالقانون والى دعيتكم غتوصلوا لداك الشيء اللي ما غيعجبكمش، ولكن كتبقى. وضرب في صدره الوليد: هي عمرها ما شكات ولا خصاتها شي حاجه، متعامل معاها على انها بنتي ماشي مراتي، ولكن كان خاصني نوصل لك رساله غير مباشره باش عمرك تتحكم في القرارات ديال ولادك وتحكم عليهم باش ما بغيتي انت. يمنا بنت الناس واللي قاسها قاسني في عيني، واللي قلقها نيشان يحفر قبره بايديه. اللي بغيتك تعرف هو تفرق عليا انا ومراتي وخلينا هانيين، وما تبقاش تاخذ عليا قرارات حيت غادي نضطر انني ناخذ الطريق ديال السخط. نتمنى ما تكونش فكرتي انك تفرقني عليها وانا ما فخباريش. الحاج يلا بغى يجاوبو، هو يلقاه مشى غادي شاد جنبو، عرفوا دارو جنبو وما سولش اشنو وقع عليه طالما ما قال والو، اذا ما غيقولش. نهار كيقول راه كيقول راسو، وهذا الشيء ماشي هو اللي شاغل بالو، ولكن اللي بقى كيدور ليه في دماغه هي ديك مرتي ولا شرعا وقانونا. وهنا ظهرت واحد الابتسامه اللي بدات كتساع على وجه الحاج. الحاج: الحمد لله يا ربي، الحمد لله. داز النهار من بعد ما طمأنوا عليها، جا الإذن باش تخرج من الكلينيك، لكن الإذن باش يخرج هو ما جاش، واصلا ما عنده لاش غيجيه، هو ما طلبش الإذن اصلا وما عطاوش حتى باش ينعس بناء على الاوامر ديالو هو. طبعا شخص في حاله مولف بهذا الشيء ومولف بالضرب والقرطاس اللي ولا شي حاجه جديده في حياته. إلاف كل مره كيعيط ليه حتى يقولها ليه عاد كيهدر، كل مره كيعطيه اخر الاخبار، كل مره كيجبد ليه الجديد. وفؤاد في نفسه كيخطط باش كي غيمشي يعرف هذا اللي تجرأ وضربه بديك الغفله اللي حسها هو شمتها. إلياس ملي لاحو في داك لاصال وهو مسدود عليه كيعطيو غير الماء يشرب وغير بالتخبي على فؤاد. كيسول عليه الحاج كيقولوا ليه راه شاده الحفله ديال راس سنه. خرجوا من المشفى وطبعا فؤاد بجنبها معنق إيده قدامهم، ما حاش في خوته ولا امه. كان باه من بعد ما طمأن عليهم مزيان تيسر الخدمه اللي عنده شاغله هاد الايام. ركبات اللور في السياره ديال يوسف وفؤاد حداها، اصلا كانت غير الوجود وراويه، ويوسف اللي تكلف باش يوصلهم بطونوبيلته حيت خوه مريض وحيت يامنا عزيزه. اما صهيب فكانت عنده جلسه اعتذر منهم حتى يرجع للفيلا. ركبات نوجود هي وراويه مع الشيفور، ويوسف كان معاه يامنا اللي ركبات اللور وحدها فؤاد معنقها وما مخليهاش تفنفن من جنبه. المسافه ديال الطريق حتى كانوا عند باب الفيلا، كانوا الاخرين سبقوهم وهما عاد وصلوا. ركن السياره وهبط حل ليهم الباب حتى دخل معاهم،
طلعوا نيشان لبيتهم هاد المرة، بيتهم بزوج، البيت اللي غيجمعهم بلا ما يخبيو على الحاج. كل شيء أصبح مكشوف، ويا ريت المشاكل أتبعد منهم. يامنا من بعد ما دخلوا كان عليا الغروب، كان هو مازال باللبسة اللي عامرة دم من اللي طاحت وهو لابسها. حتى نطقات يامنا فؤاد اللي كان كيبقشش في تليفونه انطق بلا ما يشوف فيها. نعم يامنا، خاصك تدخل تدوش وتبدل حوايجك. فؤاد اللي هز عيني فيها. وانتي؟ يامنا انا ولكن. فؤاد اللي قرب ليها. ولكن اش؟ يامنا اللي حشمات تقول لي خاص اللي يعاونها تدوش. غير تدوش انت. فؤاد اللي زاد قرب ليها اكثر فاكثر حتى لصق معها كرشو وقال شنو؟ هز يدو دوز بصبعو على خده كيهبط بطريقه جابت ليها الرعده من صباع ديال رجليها حتى تفافات. يامنا غير تدوش انت. فؤاد لا دوشي انتي، هو باغيها غير تقول ليه ما نقدرش، خاص اللي يعاونني باش يفتح ليها المجال ويقول ليها انا اللي غنعاونك، وبهذه الطريقه غتزيد تعود عليه انه معاه حتى في الشده. يامنا بحزن عاد لقاتها ليه، خاص اللي يعاونني ما كنعرفش نخدم بايدي اليسريه. فؤاد اللي هز راسو للسما حتى طلق واحد التنهيده ورجع شاف فيها قرب لعند وجهها، تحنى لعندها وكيف العاده قبت لها وجهها الصغير ما بين ايديه الكبار كيدوز بصبعو على حنيكاتها. انا اللي غندوش ليك، وانا اللي غنقاسك، وتحد ما غيقرب ليك من غيري، وتحد ما يقوم بيك من غيري، وحتى فراشنا غنقوم بيك ونعلمك غير بيد وحده. يامنا طلعاتها واحد مولاتي تزنيكه عالميه ناوي يجلطها الملعون. خدا شفايفها ما بين شفايفو ودخل معاها في قبلة مجددا حتى رجعوا ليها من فوق بكثرة ما باسوا ليها وجروا حتى كيبغي يطيروا من بلاصتو، وايدو اللي كانت كتطلع وتنزل ورا ظهرها حتى كتشدها التبوريشه بحركه لا اراديه كتزيد تلصق معاه. بقى كيبوس فيها حتى فصل القبله، باس من جبهتها وحنكه وعنقه ودار على وجهها كامل، فرق فيه بعض البوسات، شد من ايدها وتم غادي مدخلها وهي تحبسو. فؤاد مالنا؟ يامنا غير دوش انت تنتعشاو. فؤاد اللي خنزر فيها واحد خنزيره حتى رجعت اللور. يامنا بقى كيخنزر فيها حتى نعل الشيطان، هو رجع جرها دخلها حيد ليها حوايجها بشوي حتى بقات غير بالدبياس وتزينزلات ماتت، وجهها ولا بيض وهي كتشوف فيه كيحيد ليها حوايجها وباغي يدوش ليها واخا مريض. بهاد الحركه حس بالذنب من جهتها، كيحاول يبين ليها انه فعلا معاها حتى في المرض ديالها، ما باغي تحد يطالع على العوره ديالها من غيره هو فقط. وكيف قال ليها انا اللي غنقيسك وانا اللي ليا الحق فيك كلك. ما بقاتش نفنفات تلقاتها في ايده هو، حيد ليها الملابس الداخليه اللي بقاو وهي كتغطي بايدي ذاتها، خنزر فيها وهي تحيدهم بغات تبكي، داها تحت الرشاشه وطلق عليها الماء من بعد ما حيد ليها الباندا باش هز ايدها، عاونها حتى بعدات ايدها ودوش ليها وغسل لها شعرها ودوز عليها الصابون وباش ما يزيدش يحرجها اكثر. ملي كمل ليها خرج باش يخليها توضا ووراها كيفاش توضا بلا ما تخدم ايدها الاخرى. كانت تيو اللي في الدوش ديال الوضو معاونها، غير كملات وهزات الفوطه لوات عليها وخرجات لقاتو لابس بوكسور بوحدو. خرجات لوا ليها الفوطه على شعرها وحط ليها شنو تلبس، لبسها الملابس الداخليه، عاد حيد الفوطه ولبسها الملابس الاخرين والضوني والبيجامه منهم اللي كانت طويله في الغوز، رجع ليها الباندا باش هز الجبيره وتكاها فوق الناموسيه وباسا وغطاها، عاد رجع للدوش يدوش على اشعه الشمس اللي تسللات ودخلات وسنات على عينيها. ضربات رفيقه لقات الوقت معطل، شافت في الفون لقات 9 ديال الصباح وهو ما كاينش حداها، ناضت بشوي حتى تقادات بلاصتها، حيدات الفوطه اللي بقات ملويه على شعرها حتى ناضت ودخلت للدوش، غسلات وجهها ونشفاتو. كتجيها صعيبه تخدم باليسرى وخصوصا هي كتخدم غير باليمنيه. قضات حاجتها وغسلات وخرجات حتى سمعت الدقان. يامنا نعم. دخلت نوجود كتطلع عليها بابتسامه. نوجود صباح النور بنتي، كي صبحتي؟ يامنا صباح الخير، الحمد لله مزيانه، فقت معطله. نوجود الدواء اللي خرجوا ليك اللي مجهد شوي. يامنا فين فؤاد؟ نوجود فؤاد راه مشى الصباح بكري عنده ما يقضي، عندي ليك مفاجأة. يامنا بتساؤل شنو هي؟ نوجود اللي كتلولب في عينيها بمزاح، اما توحشتيش امي ما وباك؟ يامنا اللي حلات فمها
لا جات امي وبا. يلا بغات تهدر نوجود وهي تحس بالبرد داز من حداها. كانت يامنة طارت كتجري هازة يدها اللي نساتها مع الفرحة، غادية كتجري وعينيها كيبريو بالفرحة. وشحال توحشات امي متى وشحال. هبطات في الدروج بالزربة حتى سمعات الصوت ديال باها وجدها وصوت صاحبتها سارة. واش يخفاو عليها هاد الاصوات؟ يامنة وقفات عند باب الصالون. كانت سارة والميمة زينة وراوية، اما السي مصطفى والحاج كانوا في الصالون الاخر رجال بيناتهم. ميمة ومشات كتخطوي بالزربة حتى غوتات راوية. راوية عندك يامنة يدك. سارة اللي خرجت عينيها كانوا جابوها معاهم باش تعاون ميمة زينة وباش تشوف صاحبتها او اختها اللي تربات معاها. اويلي يامنة مالك في يدك؟ زينة اللي حلات دراعها باقي ما شافتش ايدها مزيان حيت النظر عندها شويه ضعيف وعمات ليها البصيره عليها. واتي بنتي واه جيلتي ولا لا العروسه ومولات الدار هكا وهكا. وعنقاتها وخشاتها فيها ما رداتش البال لايدها وبدات كتغني بفرحتها بها. يامنة امي ما توحشتك. زينة وتانا يا عينيا وتانا يا بجيلتي تانا. بعدت عليها وهي تقشع هازة ايدها. ويلي يا بنيتي ومالك ويلي مالك؟ يامنة والو أميمة والو ما تخافيش عارفاها طالية. زينة ياتي تهرستيو ياتي اجر عليك الفجلة واجر عليك. دارت ايدها فوق راسها وتلقاتها بغوتها يحتناضوا. وي والفجلة. الفجلة على قول الجدة زينة هي نونو ديال العينين، هي وحيدتهم وهي اللي بقات لهم من ريحة امها، وهي البراءة والعينين ديال دار الحاج مصطفى. تقيسيهم في عينيهم ما تقيسيهم في يمنا. وهذا الشيء شفناه ولاحظناه ايام ما كانت باقي بنت في دارهم. الخوف عليها ديما. اكثر شيء جدها كان جاي على اساس تشوف حفيدتها العروسه وجايبه ليها العاده وهي الفطور وتشوفها وتفرح بها. ها هي كتدمع وتندب وتجدب عليها. واش جا ما يسكتها دابا وهي غير لا جرحات كانت كتبكي. عينيها هي يامنة اللي كتهدن فيها وهي والو واش بغات تسكت. اميمه هاني ماشي شي حاجه والله. نوجود والحاجه يهديك الله وتهدني هي قدامك كتهدر وتجري وتضحك. زينة وربي الحبيب وربي على بنيتي وربي وافجيلتي تعطبت ليا يا ربي وهذوك اليديدات ما يستاهلوا وبنيتي الله يا ربي الله. كتعدد وتجرها لعندها اتعنق فيها والعينين ديالي تهرسوا. حتى تم جاي الحاج ومعاه مصطفى. الحاج اش واقع؟ دارت يامنة غير شافت باها وهي تطير عنده وتلاحت عليه. عيني هذا يزين بالدموع شلال. الصدر حنين لا هو لا جدها. واخا هكاك ما كاينش فحال الاب، ما كاينش واخا يجي 100 حضن وحضن ما يكونش فحال الحضن ديال باك. عنق حتى هو وشاف ايدها فيها الباندا ولكن اجل حتى يشبع منها. عاد حس بالروح ديالو رجعات، عاد حس براسو ناشط. يامنة توحشتك ومعنقاه. مصطفى كون شوفي انا يا بنتي. ومسح دمعة هبطات ليه. عاد قابله معاه كيتفحصها. مالك يا بنتي اش وقع ليك؟ يامنة غير طحت وايدي تلوات ليا جات تقليها لي عليها وانا نتهرس. مع اخر كلمه زادت غوتات لميمه زينه. واه يا ربي وعلى بنيتي والله الله وكبيتي والله وغاوينا يا ربي وما تبغيهاش ليها يا ربي انا رسلت عروسه ولقيتها معطوبه. وتعالي يا كبيتي تعالي اجي حبي ميمتك وطمنيني عليك يا بنتي. السي مصطفى اللي قال والحاجه وهذا مكتاب الله يهديك راها عوينتي تا انا ولاني مقسمها ليها الله يا عندهم يا عندنا. الحاج واش غنبغي لبنتي الضرار راها عينينا الدار كلها من كبيرها لصغيرها. زينة عقلي وقلبي كانوا مقبوضين عليها وحاسه بها ما هياش وحاسه بها. جلسات حيت عيات وهي واقفه شبه محنيه مع الثقل والغلظ والعيا ديال ركابي. ساره يامنة اللي برزطوها بالتقلاب حتى نسات صاحبتها ومشات لها عنقاتها. توحشات الرفقه ديالها ومنبع اسرارها والطفوله واختها. ساره اختي ساره توحشتك الفجله. وحطات ايدها على ايدها المهرسه. انت وقع ليك هادشي؟ يامنة البارح. زينة كتمسح في دموعها بزيف
ودايره مشوار جبداتو من تزارتها الطابليه زعما ديال الشقه اللي مدورها عليها. والف جيله صيفطتها عروسه جيت لقيتها شلهضه. هذه هي الامانه الحاجه، هذه هي. تعالي حبي ميمتك واك بنتي تعالي. بقى معاها باها وجدها والكل في الصالون حتى شويه واستأذن هو والحاج باش يخرجوا بزوج خوت بيناتهم، وخلاو يامنه مع جدها والباقيه وحتى راويه، وبزز باش تهدنات ليهم جدها، بزز باش اقتنعات. وهذا هو حالها مع يامنه، فين ما طيح تبقى تلالي حتى كيهدنوها. زينه اللي جرات يامنه قربت عليها كتهضر بشويه. في جيلتي ياك ما كينهضوا فيك ولا يقلقوك، قولي يا بنيتي قولي وهنيني عليك، راكي عوينه وحده اللي عندي. يامنه لا اميمه والله حتى مزيانين معايا وديريني انا هي مولة الدار، وماما نجود ديراني بنتها. والله لاحظات هادشي نجود طبعا، واخا تجرها وما تسمعش، ولكن غتعيق حيت بين اللعمه كتسول على بنتها واش عايشه مزيان في دار ناسها، واش ما خاصها خير، واش واسئله ضروريه ما يكونوا من جهه ديال اهل العروس. حتى نطقات نجود الحاجه بنتك هي اللي نورات الدار وعطاتها الروح، هي اللي زادت علينا وبان الخير من عند الله قدام الربح. بنتك باقي صغيره وكتربى على ايدينا، بنتك ما منهاش جوج في صبرها وطبعها وتربيتها. واش اللي لقى فحال التربيه ديال يامنه تسخى عليه ويقلقها الحاجه. زينه كلامك يا بنتي كيريح، راكي عارفه عندي غا هي من ريحه بنتي وعوينتي، عارفه الدار وخيرها، عارفه ما تقلقوهاش، واني هذه هي العاده نسول عليها وعلى احوالها. راويه امي زينه يمنا راها بنت عمي ومن دمنا ولحمنا قبل ما تكون مرات خويا، اللي درها درنا وما كاين اللي يقلقها، بالعكس حنا اللي غنتقلقوا فاش ترجع لدارها لهي. ولفتها ولقيت فيها اختي، راكي عارفاني غير انا اللي بنت في هذا الدار، كون ما صحاباتي كون راني تصديت. زينه اللي كتحقق في راويه تعالي يا بنتي نشوفك مزينك بصميره زعما سمراء، يا ربي تعالي. ناضت عندها راويه سلمت عليها تاني وباست راسها هاني اميمه. زينه كحلت العيون وزينت النقده ومخيره الوقفه. سوقك باذن الله عامر، غادي يكونوا زعما عندك الخطاب، ربي يعطيك النقره فين يغبر نحاسك مليحه وتدخلي الخاطر. راويه ربي يخليك اميمه، امين يا ربي. يامنه اللي بدات كضحك. زينه اللي دارت عند يامنه جبت ليك فطورك ودهازك اللي بقى وتقدات لك زهور هديه. فطورك غيكون على حقه وطريقه واخا معطله بنيتي. وجدت ليك العشوب اللي شريتهم ليك من السوق منقيين ومصاوبين، اللي تحتاجي في حمامك وفي شعرك وفي لحمك وفي كرشك، واللي ربي كتب عليك وليدات العشوب ديال نفاسك باذن الله. انا وجدهم ليك ربي يخليني حيه، يا حتى نحضر ليك ونتمنى من ربي يحضرني ليك في ولادتك وما يديموا الامانه امانته. يامنه الله يحفظك اميمه. نجود الله يطول عمرك الحاجه وتحضري الاولاد ولادهم. يامنه اللي مشات عينيها صارة اللي ضربت عليها بواحد الغمزه زعما السفاله وخلاتها كتلولب في عينيها. زينه فينا هما داك الدراري، هذاك الزين ديال الياس. نجود اللي شافت في يامنه وراويه حضروا راسهم. الدراري في الخدمه والياس مسافر مع اصحابه دابا يجي هاد اليومين. زينه وشحال عشقت ليه بنت المصفرط، يا ربي الا ما رشموها راه هي عاطيه العين، وليني ما تعطيش فحال بنتي الفجيله. راويه بنت المصفرط صارت هي انفجرات بالضحك. واللي هي اللي بغات الياس وطارت مازا. زينه اللي قربات ليامنه بنتي فينا هو زمانك. يامنه ها خارج امي دابا يجي. زينه ان شاء الله بنتي يجي ونتفاهم معاه على الامانه اللي عطيته وما دارهاش في عينيه. اجي يا بنيتي مهلي فيك في الفراش. يامنه اللي شرعات عينيها فيها وفمها والابيض كتسمع في شي تكرشيخات ديال الضحك محبوسين كانوا ساره وراويه. اميمه وجدوا صينيه ديال اتاي، حطوا الصينيات وحده فيها الكيسان والبرارد ووحده فيها المجامع، كل مجمع واش فيه، ها اتاي ها السكر ها النعناع وطبيصلات معمرين، ها اللي فيه الحلوه ديال اللوز، ها اللي فيه حلوه ديال دواز اتاي، ها الفاكهه. فرشوا لامي مزينه في الارض وبطنوها ليها مزيان
فين هبطات وجلسات فيها، حيت اولا ما تقدرش تجلس على السدادر، وثانيا حيت مولفه الارض وباش تعمر ليهم البراد على حقه وطريقه. زينه الله يرضي عليك انا وجود، وصيهم على إيلان يديروه ليها في حريره ديال الحليب على قبل ايدها. إيلان مزيان العظام خاصه الناس اللي مهرسين. نجود وصيت عليه وجابوه البارح كي جبناها من الكلينيك، راه قلت ليك بنتي هذه اما يخصها خير. زينه الله يريح بالك، بسم الله. كانوا جابوا لها المقراج فيه المطايب في هذا الاثناء، وبالضبط في المدينه ديال فاس في الشركه ديال الاستيراد ديال الخشب، هذا المجال اللي متوارتين على باهم، حيت كان في القديم نجار بمحل صغير، حتى مسك عليهم الله وفؤاد فتح هاد الشركه اللي استلمها يوسف ملي كمل قرايته وخدا الماستر ديالو. وهي منين كيجيبوا الخشب اللي كيخدم به الحاج في الورشه ديالو. كان في الاول الحاج رافض هاد الخشب يجيه من الشركه ديال فؤاد، لانه كان كيعتبر ان هاد الفلوس جايه من خدمته اللي كلها حرام، ولكن بقدره اقناع ديال يوسف قدر يقنعه بطريقه انه من عند يوسف اللي خدام على هاد الشركه بالتعب ديال دماغه وخدمته، خاصه انه شاف باللي فؤاد ما بقاش اصلا مسوق ليها. في المكتب ديال يوسف، المكتب اللي كبير واللي هو المكتب ديال رئيس مجلس الاداره، جالس هو في المقابل ليه صهيب اللي جا للشركه كيخدم على القضايا ديال شركه نيت، جالسين في اجتماع خاص بينهم بزوج. صهيب اللي هز ايديه دار مورا عنقه بتعب. والصاحب عييت ناري من الصباح. يوسف ويه، ولكن كان خاص نتاكدوا ويكون داكشي مضبوط باش ما نطيحوش في شي حاجات ماشي قانونيه. صهيب صافي كلشي هو هداك، غنمشي للدار ضروري نطالع على الملف تاني غير تهنى. يوسف اللي حط راسو على كرسي بتعب وفتح الزر ديال القميجه والزر الثاني والثالث. صهيب اللي قال بغيتي تحط علينا الفيسه ولا؟ يوسف اللي شاف فيه بنص عين، ايه باش نملخ ملتك النيت واحد الطرح ديال العصاتي ولي ظهرك رطب من كرشك. صهيب اللي لول بعينيه وهدر بهمس، انا حادك فيا مالك ما ترطبوا لخوك. يوسف غير برقم تما برقم في حالي في حالك غتهنى. صهيب واحد الياس ما طليتش عليها صاحبي واهمل البارح، واش كتعطيوه ياكل؟ يوسف كتدخل ليه الوالده وصاها هو باش تدخل ليه الماكله اللي قليله ما يشبع ويجوع اكثر. صهيب صراحه الله والله تغزى فيه. يوسف اللي تهدر برتابه غزى فيه وقصى عليه. صهيب غزى فيه، هو عارفو كي داير وجا شارب وهو كاين، وعارفو كاين شنو زعما كيشد الضد، بغى يقلل احترامه ليه. فين عمرك شفتينه هزينا فيه العين؟ يوسف اللي حكى على راسه بقلق، اوف عييت ديما هاز الحمل، انا ديما عييت معاه. فؤاد ما كيبغيش يشوفنا في حاله، بغينا نكونوا احسن منه، كيتقاتل باش ما نطيحوش في نفس اغلاط ديالو هو. حياته خطيره وبزاف، كل نهار كنقول غتجينا اخباره. وزادوا الوليد بيامنا لصق عليه وزادوا ضغط فوق ضغط. اشنو كيتسنى الا ما تفرقعش علينا كاملين؟ انا حاضر في اي حاجه. ولا على الياس دابا يعطيه ايام تيتربى ويسمعوا جوج كلمات ويقطع معاه الهضره، وهذا الشيء عارفو كيقتلنا، ما عمرنا قدرنا نقطعوا الهضره عليه. واخا كنخافوا منه كنحترموه، لا وهو خونا وبانا. الوليد كان مخلي ليه زمام امور تربيتنا وتقاتل على قبلنا حتى وصلنا اللي وصلنا ليه. عمر شي حاجه خصاتنا وحنا باش جازيناه خبينا عليه وزوجناه بالاخبارو. غير كنتفكر هادشي كان مرض حق رب الجليل. صهيب دار خير ملي صارح الوليد، اما كان غيدير شي عجب تاني داك الوليد تهوى. اجي غتقول فؤاد راه قال ليك الوجد وراق طلاقو، ونعاودوا نفس القضيه ديال الزواج تزيدوا يسني بالاخبارو. يوسف ملي صارح الوليد كنظن ما غيبقاش يتدخل بيناتهم. المهم ها هو ارتاح، ولكن ضروري خاصني نقولها ليه على الاقل باش ترجع الثقه الاولى اللي كان عاطيني. صهيب ما عليكش قولها ليه ونقولوها ليه بزوج، باقيين غير كنهاودو. ترى كنتفكر اش درنا والتخليط اللي خلطنا، زيد عليها كون وقع نفس الشيء في الطلاق، مجرد تفكير السوائل اللي في منخاري كتنشف. يوسف اللي يز في عينيه وجهه مخصر، شير عليه بواحد الكرافوز قدامه تفو على مصيصخ. قبل ما يجيو كان هو في وقت أبكر خرج من الفيلا. أول حاجة دارها هي أنه كيوفي بكلمته، أنه تبرى ليه ويبرى ليها،
كيف فاق لبس حوايجو، قام يجري وسروال في صالة كحل، ولبس قاشرو ورش البارفان ديالو، قاد لحيته ولبس ساعته، مشى باس ليها راسها وشفايفها حتى طول في البوسه على شويه غتفيق، باس لها يده المهرسه كانت معنكشه وقاد عليها، وغطى عليها رجليها اللي عراتهم حتى بان ملابسها الداخليه، هو رجع غطاها ولبس صباط وهز الفون والكونتاكت وخرج. اول شيء شرب قهوته في المكتب ديال باه، حل السرجم حتى كما وخرج الدخان برا، حل اللابتوب وبدا كيطابي ويدخل لواحد السيت خاص شنو فيه وعلاش كيبحث بالضبط حتى يوصل للنتيجه الحتميه، عاد يقدر يقرر انه وصل لاشنو بغى. شي ساعه تقريبا هو عاصر تما حتى شاف ساعته وناض وقف، رجع الكماي معقدهم وطفى اللابتوب سدو ودارو في الخزنه ديالو اللي في المكتب واللي بالكود ديالها، تحد ما كيقرب ليها من غيره، سد عليه وطفى الكارو، خلى السرجم محلول باش تخرج الريحه ديال الدخان، وما تخنقش باه. من بعد تلاقى بنوجود باس راسها وخبرها باش تطمئن على يامنا واشنو خاصها، وخرج. ولكن قبل ما يخرج عقد غباشته وطلقت خنزيرته القرطاسيه، توجه الناحيه ديال الملحق او الدار اللي بجنب ديال الفيلا، دخل نيشان حل الباب ديال لاصال حتى لقاه ناعس في الضسبق عريان، وقف ليه عند راسو حركو برجليه هو يفيق، وجهه فيه كدمات وزراق وتورمات باقي ليه في ايديه ولحمه. إلياس اللي حل عينيه شاف فيه، هو ينوض قعد وجلس. خويا فؤاد اللي عاقد 11 ومخنزر فيه واحد خنزيره كيحك بسنانه ويحك شحال هو كيشوف فيه حتى تفافى إلياس وحده راسو، عاد هبط تاني ركابيه وقرب لمستواه. علاش؟ إلياس اللي حاضر راسو. سمح لي. فؤاد اللي خبط ليه كتافه خبطات خفاف، وفي كل خبطه كيقفز إلياس حيت كيعقرو. علاش؟ إلياس ما ترجلتش وديتها في الشهوات، كون طايش وربي غفور رحيم اخويا، سمح لي. فؤاد شنو خاصك؟ شنو محتاج؟ إلياس تا حاجه، خيرك مغرقني اخويا. فؤاد علاش؟ إلياس نستاهل اي حاجه، غير سمح لي واعطيني فرصه. عاد وعيت فاش خليتيني وسديتي عليا حسيت بالنعمه، الجوع خلاني نتربى، درت راسي في الحرام وشديت الضد. فؤاد اللي هز ايدو تسمى ونزل عليه الحنك بالظهر ديال ايدو حتى طاح مازال عريان ووجهه مجخرط ومسخ، ما بقاش غوت ولا كينين بالالم، خرج لسانه وطواه وعض فيه بالجد قبل ما ينطق. 2 كلمات ما غاديش نفوتهم، ما انت خويا ما انا خوك. وناض وقف. إلياس بغى يهدر، غمض عينيه بغى يبكي، ما ظنش غيتقلق منه لهاد الدرجه. يلا بغى يطلبو حتى دار لقاه غادي خارج وخلى ليه الباب محلول. خرج فؤاد ومشى دخل ووصل وجود عليه، ورجع هو خرج شد الطريق الازرو. اول شيء الكلينيك باش يوفي بعضو ويداوي جرحه، وتاني شيء اطلع نيشان الفاس الاغراض خاصه به. بقاو مجموعين في الصالون، ناضت نوجود تشوف الكوزينه وتوقف على الغدا وتعطي التعليمات شنو يوجدوا وشنو يتقداو. فرحتها بقدوم اهل يامنا كبيره، وتوترها من ناحيه ديال زينه فيما يخص السروال هي شويه كبيره. قررت انه الحل الوحيد انها توهمها بواحد السروال فيه انقطاع ديال الدم عاديين، ولكن واش هاد الحيله غادي تمر على امي زينه؟ رجعات للصالون اللي عندهم وفين كاينه الجده، ناضت راويه ويامنه وساره للجرده حتى على البيسين، وجلسوا في الطبله كيهضروا ويضحكوا بنات قراب لبعضياتهم. ساره دابا غتكملي قرايتك وفين غتخدمي؟ راويه يقدر في الشركه، عندنا اصلا المجال اللي كنقرا مزيان ليا للشركه. يامنه اللي شافت فيها بحب سعداتك، تمنيت لو كملت قرايتي. راويه اللي حطات ايدها على ايدها، خويا قد ما جلس ما غيخليكش بلا قرايه، واخا واعر حتى هو راه قاري، هو اكثر قراي فينا، غير الظروف اللي ما ساعداتوش يخدم بلادو. قصه طويله هو غيقولها ليك. ساره اش قولي ليا شنو غديري مع الميمه؟ ناري راه زهور ما خلاتكي دخلات ليها وهي قالت ليك بغات دير ليك العاده. يامنا ولاش كتفكريني لاش ناري؟ راويه واش نفس الهضره ديال السروال؟ يامنا راويه والله تيتيري فيها وسط الراس. ماما غادي تكلف غير تناي. ساره اش غدير؟ يامنا ما عرفتش، هي اللي قالت لي غير تناي،
انا خايفه لا يعرف ولا تقتلني. ساره يقتلنا حنا ويخليك انتي غاتهناي. بقاو مجمعين كيضحكوا ومره كيجبدوا الهضره يتناقشوا عليها وهما جالسين حتى تحل الباب ديال الفيلا ودخلات السياره ديالو. كانوا هما بعاد والبنات عاطين بالظهر الا يامنه اللي كانت هي من الجهه الاخرى. شافتو حتى ركن السياره وخرج منها بشوي حتى وقف كان داير نضاضر كحلين دور راسو وهو يقشعها جالسه بعيد شير لها بايدو باش تبعو. يامنه اللي ناضت حنيكتها مزنكين انا غادي نشوف فؤاد ونجي. ساره اللي صغرات فيها عينيها ومال وجهك تاني تزنك. يامنه اللي خسرات سيفتها ساره سكتي صافي راويه سيري هي ما عليها والو راه وجهك اللي هرب الدم من ذاتك ومشى ليه. استأذنات منهم وجهها بغى يطرطق مشات دخلت الفيلا وهي طلع البيت نيشان حيت شافتو داز من الجهه الاخرى عرفاتو طلع للبيت. طلعت ويلا دخلت البيت حتى حسات براسها كدور ولاصقه مع كرشو محاوطه بدراعو ومزير عليها حتى بدات كترمش وزامه فمها بخجل وصدمه كلشي تخلط عليها. خلع فؤاد اللي هبط العنقه خشى فيه وجهه بشوي وباسو بوسه خفيفه حتى تحولت لبوسه عميقه حتى خرج لسانه وطلع بشوي حتى تبورشات وطلعات واحد خفيفه طلع لودنيها جر شحيمتهم بفمه وباسهم ومسهم واستقر عليها. حط ايده على ايدها المهرسه وانطق كيطبطب عليها شويه اليوم. يامنه اللي قلبها كيزدح حتى كتسمعو في راسها شويه. فؤاد اللي حول ايده لدراعها كيمشي ويجي فيه بصبعه كتحس بالدغدغه. اطلع لوجهها شاف ليها في عينيها اللي كيهبلوه وهما هابطين بديك الحشمه اللي كتسالي معاه. هبط عينيه الشفايفه اللي كتلعب بيهم وهي متوتره بقى كيشوف فيهم حتى بطل عندهم واستقروا شفايفو عليهم. جرهم بشوي بوسه خفيفه شويه حتى ولات بوسه نيت عضه في شفتها بالجد حتى غوتات ليه بشوي وسط فمه وهو كيبوس فيها ويعاود كيلعب لها في شفايفها مره يبوسهم مره يعضهم مره يجرهم وايديه اللي جالسين كيلعبوا في ظهرها مره طالعين مره هابطين وجالس كيتحرك كيما بغا. واحد الشوق وواحد الاشتياق اللي حاس بيه ومتملكو في ديك اللحظه ما كيشبعش منها غير كيشوفها ما كيكرهش يقنتها في جميع القنات وينفرد بها ولكن مبرزتو انه ماشي وحدهم وغير ما كيزيد يبغي يقرب الموعد ديال رجوعهم لدارهم وعش الحب اللي انما فيهم وخلاه يعشقها ويعلن على انها مراته شرعا ويتقبلها ومن الفوق هادشي كامل يتجنن بها. لحظاته على ذيك الحال بقى كيبوس ويعض ويجر وكل مره شنو كيدير وهي كتهز ويزيد يتحاكى عليها كل ما كتهز ما بين ايديه حتى هبط لعنقها خلاها كتنفس وحتى عليها بواحد العضه خفيفه حتى قفزات. يامنه فؤاد بقى معنقه وخاشيه فيه مفرق المسافه ما بين ايديه وكرشو باش ما يعقرهاش. البعاد كيقتلها بنت الناس وصبرت بزاف. يامنه اللي كترمش فيه ببراءه خرجتي الصباح. فؤاد مشيت سوانيت هادي وكيوريها جنبو. طلعت الفاس خديت شي غرض وهز ليها وجهها جاو داركم. يامنه اللي جاوباتو براسها جاو وكتوريه بايديها كاينه ميمه وصاحبتي وبابا خرج مع عمي. فؤاد اللي عض على شفتو السفليه وحك منخارو ورجع شاف فيها دار الجهه ديال الدوش كيحل في صدافي ديال القميجه حتى حلها وحيدها قدامها عطاها بالظهر هز راسو حتى طرطق عنقو وهز ايديه حتى تورمو كتافو العراض ودرعانو تنفخو. هادشي كتشوفي يامنه وكتزيد تحل فيه فمها ووجهها مزنك. هبط ايديه كيحل في الصمطه ديال السروال حيدها ودار داخل الدوش لقاها واقفه. فؤاد تسنيني تنهبط معاك. يامنه غدوش. فؤاد لا دوشت الصباح غادي نصل ايديا. يامنه واخا انا غنجبد ليك ما تلبس. فؤاد اللي دار غادي داخل وكيهدر لا غير ارتاحي انتي انا خارج عندك. دخل للدوش حيد السروال والتقاشر تم لاحهم في السله ديال الوسخ غسل ايديه ووجهه من الغبره ديال الزنقه ونشف وخرج. داز للدريسينغ جبد منه سروال ديال القطن كحل وتيشورت بيض مكتوب بالاسود لبسهم ولبس كلاكيطه ديال الصبع مد ليها ايدو حتى وقفات حاوطها بدراعه من الجهه ديال الايد السليمه ودور لها ايد على جنبه باس لها راسها وخرجوا بزوج هبطوا في اتجاه الصالون.
حتى دخلوا على نجود وزينة اللي كانوا مجمعات كيضحكوا. فؤاد اللي حنحن ونطق بصوته الرجولي الغيض والخشن انطقها بواحد الصوت فيه هيبة، انطقها ثقيلة وبالزربة في نفس الوقت. السلام عليكم. زينة اللي هزات راسها وعليكم السلام ولدي، مصغر عينيها كتحقق فيه. واش هذا فؤاد راجلك بنتي؟ يامنا بخجل نطقاتها بشوي. ميمة. اطلق منا فؤاد ومشى حتى لعندها، تحنى على ركابيه كيشوف فيها، رافع حاجبه منزل الاخر، قبط ايدها وباسها وجر لها راسها باسو. فؤاد: هو هذا الحاجة؟ زينة اللي كتحقق فيه: الزين الطولة والوقفة وغليظ الصوت، وقفتك تحنت 20، كي دراعك كي كلمتك، من عينيك كلمتك كلمة الرجال، شوفتك يتهزوا ليها الجبال، راجل بدراعك وبقاعك. يامنا ونجود وسارة والبقية، أما راوية فهمات وما فهمات، ولاني ذيك راجل بدراعك وبقاعك فهموها طايرة. راوية اللي هربات باش تضحك، اللي يسمع أخوها هو يجخلطها تم. يامنا اللي ماتت وسارة بغت تبكي وهي حابسة الضحكة. فؤاد اللي عقد حجبانه بغى يخنزر وحشم. زينة: خليت لك بنتي أمانة ولا تحت جناحك، علاش ما رديتيش ليها البال وهي نور العينين؟ فؤاد اللي حنحن هبط راسو كيعد في شفايفه بعصبية ورجع شاف فيها. خرجات من تحت جناحك ولا تحت جناحي، ما بقى ليك بها غرض، هي نور عينيك ولا عينية، هذا مكتابها، نهزها بسناني، عمارة الدار ما نفرط فيها، راجل بدراعي قبل كلمتي، قاعي ما بيني وما بين مراتي، وباس ايدها تاني وشاف فيها بواحد النظرة، من غير مراتي اللي سول على قاعي جوابه دراعي، واللي حك نحاسي كيلقى باسي أميمتي. خرجات من جناحك ولات تحت جناحي، خرجات من عندك ولات مراتي وليت مسؤول عليها، والمرأة غير كتزوج كيولي راجلها مسؤول عليها، وبزوج مسؤولين على حياتهم ودارهم، وإلا جاو الوليدات حتى هما قد قاعي قد دراعي، والقاع هو لتحت، أو بمعنى أصح على مفهوم اللي مشات به هي، هو العلاقة الحميمة، واش راجل فيها واش قد دراعك قد العلاقة ما بينك وما بين مراتك، أي بمعنى واش كتحمر الوجه. بجوابه ليها أن القاع ما كتشوفه غير مراته، وهي اللي ليها الحق، وكيف ما سبق الذكر أن المرأة هي الأحق براجلها بكل شيء فيه وحتى هو، وهذا الشيء خاص بهم، ما عند الحق تحد أنه يتدخل في خصوصياتهم، وأن أكثر شيء هي الخصوصية الحميمية. وبجوابه أن اللي حك نحاسه كيلقى باسو، بمعنى راه اللي حك عليه كيعطي علاش كيقلب، وهنا المغزى أنني خايبة الوليدة. واما واحد الجوجات اللي جالسين في الجردة، الدموع اللي نازلين ليهم ما عمرهم نزلوا، بقاو كيضحكوا حتى ولا صوتهم مبحبح. سارة: واميمتي واميمتي على قاعك واميمتي. راوية: لا 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 لا، كون بقيت والله ما نصبر، ناري بزاف هاد ميمة بزاف. سارة كتسول على القاع وبغات تتزوج إلياس بنت المصفرط اللي خطبتها الشهر اللي فاتت كانت. راوية: من بعد ما جلسوا وارتاحوا من الضحك قالت: والله ما يتزوج هذاك، خاص حتى يتزوج اللي ورا فؤاد. سارة: وشكون اللي ورا فؤاد؟ يوسف؟ راوية: لا، صهيب اللي كبر من يوسف بعام. سارة: صهيب؟ هذاك الشهيب اللي تبعوا الكلب عندنا في الدوار وهرب. راوية: دخلت عليك والله. سارة: هو تبعوا وغادي وكيغوت، رجليه ولاو بحال الروايد ديال التراكتور، ومن اللي حيدنا عليه انا ومولاه ما رضاش. راوية: ناري لقيت فاش نشدك صهيب. أعطاها هاد الكلام قدام نجود اللي بقات غير كتشوف، ما عرفها تضحك ولا تبكي ولا تولول ولا شنو دير، اتخالط عليها كل شيء. سارة اللي هربات تبعات راوية خرجوا الجردة برا جالسين كيشبعوا ضحك، أما يامنة بغات تبكي وبغات تهرب، ولكن خافتوا من اللي لقاها يخلطها، بغات تسكت جدها وبغات تشنق راسها وتموت تيكملوا على التحية. زينة من بعد ما سمعات كلامه وتمعنات فيه ضحكات ضحكة من قلبها، ضحكة ديال العيالات الكبار، واحد القهقه بشوية كتحس بها خارجة عليها وحنينة. ايه كلامك زين وموزون ومعناه كبير. فؤاد هو الفاهم يفهم. زينة: الله يرضي عليك. باس ليها ايدها تاني وطبطب عليها، وناض وقف دار الجهة ديال يامنة لقاها حاضر راسها وحابسة بكيا وعقد غوباشتو. فؤاد اللي حنحن: الوليدة رسلي لي القهوة للمكتب من دابا شوي. نجود:
ايها ولدي واخا. ضرب الدوره وخرج من الصالون، تبعات ويامنا حتى تم غادي الممر ديال المكتب، وقفها ولصقها مع الحيط، دار ايد هنا وايد لهي وهي وسطهم. فؤاد اللي حاضر راسو معصب حتى تهدن عاد هز راسو فيها وهز صبعو كيهدد. جداك ما ليها غرض بيك، وبداكشي اللي بيناتنا تفاهمنا، ما كنعاودش هضرتي ولكن عاودتها ليك. شي حاجه ديروها من ورايا بلا ما تختبريني، راكي شفتيني على شقاد. وخبط الحيط تقف ذاته وتاتو وقال مزيان. يامنا اللي غوتت ماما مزيان والله ما تخاف. شاف فيها تشاف وطلق يديه دار ديريكت المكتب. يامنا يا يامنا اللي مشات لعند جدها وجلست حداها بغات تقول ليها تحبس من ديك الهضره وخافت تغوت عليها، ما بقات عرفات ما دير وهي تستسلم ووكلت امرها لله. مشى هو المكتب ديال باه او المكتب اللي كيلقى فيه راحته، واخا عنده المكتب ولكن المكتب ديال باه كبير ومريح، من ديما كيخلي المكتب الاخر ويجلس في المكتب ديال باه، حتى انه داير كوفر فور ديالو فيه بالكود حاط فيه اغراضه الشخصيه وعارف انهم في الامان، واخا ماشي مهمين ولكن مخليهم وما كاينش اللي وصل لديك الخزنه الا هو، زياده على انها بالكود حتى انهم ما كيوصلوهاش. مشى جبد الماك ديالو والشارجور وسد الخزنه، برونشا الشارج مع الماك وحطو فوق المكتب وشعلو. دخلت ليه البنت القهوه ديالو، جلب منها قرعه ديال الماء المعدني وطفايه، حطاتو مستأذنات وخرجات. اول حاجه دار شعل سيجاره وشرب رشفه من القهوه بينما اشعل ليه الماك. هز الفون واتصل بإلاف اللي جاوبه في الحين. إلاف اهلا وسهلا. فؤاد فينك؟ إلاف انا هلا بالبيت براجع كذا ملف وفي انتظار اتصال ليو. فؤاد اللي خنزر مالو؟ إلاف ولا شي، يمكن في شي جديد او صفقه جديده. فؤاد اللي حكى للحيتو جر من القارو رشفه حتى صاط ومصغر عينيه وقال انا الاول نعرف. إلاف اصلا ليو ما بيقدر يتحرك قبل ما تعطي كلمتك ولو. فؤاد مزيان، لقى ليا واحد الاسم غادي نرسلو ليك دابا، نرجع نلقاه عندي حي. إلاف اكيد مثل ما بدك بس بدي اقلك شي، سمعت شي تاني بخصوص الصفقة الجديدة، ما بعرف إلك ولا ما إلك. فؤاد شنو كنتي كتسنى؟ إلاف بس. فؤاد اللي خبط على المكتب حسس مع إلاف شنو؟ إلاف ما بدي احكي عن نوعها، بس اللي عرفت انه داني نفسه صاحب الصفقة. فؤاد لعد شواربه واحد مولاتي العضة حتى الدم سال ليه من شفيفه، غمض عينيه وزير على القبضة ديال ايدو، النفس ديالو بدا كيتخربق، ما بقاش جاوب. إلاف اللي خلاه كيسول فيه وقطع عليه، وحتى إلاف ولا سكت حيت عارفه ولا الدم سنانو هو داك داني اللي اصلا باقي عنده معاه جو مشحون. المسألة مكهربة بيناتهم وباقي شاك فيه شك بسيط انه ممكن يكون هو المتورط في محاولة ديال اغتياله، اللي لولا لطف الله كان في عداد الموتى وكان غير اما مرته اللي يالله قالوا بسم الله في زواجهم. أبقى شحال هو عرض على شفايفه والدم دايز، شحال هو كيتنفس بجد حتى رخى ايدو ورجع حل عينيه، هز سيجارة أخرى أكماها وتبع الثانية، من بعد أطفال ماك وهز الفون وعيط ليها. فؤاد أجي عندي دابا. اقطع الفون وتسناه حتى دقات ودخلت لعنده، كحاز بالكرسي مفرق رجليه بطريقة رجولية، شير ليها بإيدو كيخبط على فخذو، خبطات خفاف باش تجي عنده وتجلس سما. أجي هنا. يمنا اللي جمعت فمها بخجل حضرات عويناتها، كانت لابسه بيجامه طويله ديال القطن جات فيها كيوت، جامعه شعرها كعكه مهمله، وقفات حداه هو يشدها من ايدها وجرى جلسها فوق فخاضو، هزها مزيان حتى فرق لها رجيلاتها ودور على خصرو، حط راسو على صدرها معنقها، شحال عاد رجع هز راسو شاف لها في عينيها، عض على شفايفو اللي مسح منهم الدم وبقات ليه واحد الجرحه في فمه. يمنا بصوت حنين قالت فمك مجروح؟ فؤاد اكتر من جرح البعادة غزالي، حدايا وبعيدة عليا. يمنا بخجل حضرات عويناتها وقلبها بدا كيضرب، هز لها دقنها بصبعه حتى تهز فمها، شاف فيه قبل ما يرمي شفايفه على شفايفها ويدخل معاها في قبلة اللي غادي تزيد تجنو فيها، واللي كيف قال هو الصبر كيدبر والبعاد كيقتل بزاف. وها هو زاد جملة أخرى، جرح البعاد غزالي. كيف عيط ليها لحقات عليه المكتب، بقات فوق رجليه هو معنقه خدام كيبوس فيها ويبوس ويعاود،
خدامين طيور الحب في المكتب، وخدامين كيديروا السفالة في طور الفاحشة الكبرى في المكتب ديال الحاج عبد العالي رمسيس، في المكتب اللي فيه المسك وكيقرا فيه ما تيسر من القرآن الكريم. لكن السي فؤاد بعقله ما يبغيهاش، باغي ينفرد، باغي يكون براحته غير هو وهي فقط، وفين ما جاتو اللي ما كتعلم او الاناكوندا الكبرى يقنتها في اي قنت. مسألة انه في دار فيها بنادم بزاف وفيها الهراج كيف كيجي هو ما لقاش راحته، كيزيد يتبرزط ويتعصب، والضغط عليه مليه راسو فيه المطارق. خشى ايدو تحت البيجامه وبقى كيلعب ليها في كريشتها، حتى لواحد الوقيته فصل القبله وقال: فؤاد وجدي راسك في الليل غادي نمشيو للدار ديال صهيب. يامنا اللي خرجات عينيها: علاش ما غاديش نبقاو هنا؟ فؤاد: لا، الصباح غادي نرجعو، بغيتك تمشي معايا، عندي خدمه تما. يامنا ببراءه: الصباح غادي نرجعو؟ فؤاد اللي خشى وجهو في عنقه باسا ورجع شاف فيها: يامنا واخا. بقى كيشوف فيها وهي تحضر عينيها تاني شاده فيه بايد، والاخرى مهزوزه وهو مدور ايده على جنبها باش مثبتها، والاخرى كتلعب لها في جسمها كامل. ورجع للتقبيل من جديد، هاد المره كيبوس فيها ويعاود ويجر لها فمها حتى طبعوا ليها، وايدو اللي جالسه كطلع مع ظهرها وتعبز لها في كريشتها، حتى بدا كيحس بايدو وبدا كيسخن، وبدا كيحس براسو ماشي هو هذاك وغيدير شي حاجه لا تحمد عقباها، والشيطان بدا كيلعب ليه في راسو بعجلها فمها بفمه بشويه وباس حنكه بزوج. فؤاد اللي شاف ساعته: سيري خرجي حتى نلحق عليك. يامنا اللي عاونه حتى ناضت من فوق رجليه ووقفات ووقف حتى هو: واخا. فؤاد قال: انا غنطلع لفوق نحط التليفون ونهبط لتحت الجرده، فاش يجي باك عيطي ليا. يامنا: شويه وغيجي على حساب الغدا. فؤاد: مزيان، يلا سيري. وتمات غاديه، اجي لهنا. رجعت لعنده كتشوف فيه: ارتاحي ما تبقايش تدوري بزاف، من الصباح وانتي كدوري هنا. يامنا: واخا، ولكن ايدي مزيانه ما كتعطيني الصداع. فؤاد: الدواء هذاك اللي مكالميها، ديري شنو قلت لك وصافي. جاوبات براسها وخرجات، ورجع هو سد الماك، رجعوا لبلاصتو، هز التليفون وطلع حطو في البيت. مشى هز الباكيه ديال الكارو اللي جديده هبطها معاه، ومشى للجرده اتكى على الكرسي في انتظار يجي باه عمو اللي هو نفسه نسيبو. ما هي الا سويعه حتى تحل الباب ودخلت السياره الكاتكات، صايقها الشيفور واللور راكب الحاج والسي مصطفى، تبلاصات السياره وهبطوا منها. الحاج: ايوا صافي، مزيان نيت منين جيتو، نديروها وتكون لما زينه. مصطفى: واش نقول ليك اللي بان ليك هو هذاك، زيد ندخلو نشوف ديك الدريه، ابقى بالي معاها ومع ايدها. الحاج: غاسمح لينا اخويا، هذا المكتب. مصطفى: الله هاودي، نعترضوا على حكم الله، هي نيت وخا صباره وخا سكوتيه، ولاني راها كطير فيها الحركه، ما كتبغيش تبقى جالسه. الحاج بقى قهقها: وشكون باها من غيرك؟ نسيتي يا مك في الصغر، شحال من هرسه وشحال من طيحه. مصطفى: والحاجه اللي ما تشبه مولاها حرام. تمو غاديين كيضحكوا حتى سمع الحاج صوت فؤاد كيعيط ليه. الحاج: سيبك جا. مصطفى اللي دار شاف فؤاد اول مره من بعد سنين طويله، خلاه باقي صغير من المود ديال مو، ما بقاش شافو. وها هي يامنا جمعاتهم غير بالفن، لاحظ الطوله والتقلضيمه والكتاف العراض، هو الدري اللي كان عنده 15 عام في المود ديال مو، ها هو قدامه تبارك الله قرب يدخل في سن 33 من عمره، شاب بالشلاغم واللحيه والوقفه، نفس الطفل اللي شاف عنده هيبه وهو صغير. ها هو قدامه راجل ولا غير رجال، ولد خوه ونصيبه من الفوق، وراجل بنته الوحيده والصغيره. من شوفه فيه حس بالافتخار، تبارك الله تبارك الله على السي فؤاد، وتراه ولا اكبر مني. الحاج: واشنو كان لعبوا هنا؟ مصطفى اللي مشى قبل ما يوصل ليه مشى لعنده فؤاد، سلم عليه كيف العاده وباس ليه يده وراسه. فؤاد بنظرته المعهوده: عمي لاباس عليك؟ مصطفى: بخير ولدي الله يرضيه ليك. فؤاد اللي يشير ليهم باش يجلسوا في الطبله وجلسوا جميع. مصطفى: كي داير ولدي، لاباس عليك؟ غبره طويله هادي، اكثر من 15 عام ما شفتك، من نهار ماتت المرحومه الله يواليها برحمه الله. فؤاد اللي زير على يده فور مسمع سيرة امه تماما. مصطفى: امورك هانيه، كل شي مزيان؟
كي دايره معاك بنتي؟ كتسمع ليك شي ولا مخرج عليك العقل؟ ودار غمز خوه زعما كنضحك. فؤاد: العقل خارج. ايامنا بنت الناس مكتبها تكون بسميتي واخا بالاخباري. شافوا باه اللي حنا الراس حيت معنا عليه، حك فوق فخدو بالشوي وشاف قدامه وانطق. كتبقى مرتي اللي ما نفرطش فيها الحاج. المكتب بالاخباري عنا بها القصد نيشان وبلا نيشان، يعني مباشر وغير مباشر. المكتب بالاخباري هذا اللي قسموا عليا الله، وحنا ما كنعلموش اشنو مخبي لينا الله. وبالاخباري اللي مشات لودن الحاج اللي فهمها بقصدو عليه، عرف يضرب بهضرته عصفورين بحجر واحد. مصطفى: ايه ولدي، المكتب ما كنعلموش عليها ولدي، ونعم بالله، الله يواليكم بالخير ويرضي عليك. وصلت العشيه كانوا الكل تغداو وعمرو اتاي من بعد الغدا. كاين اللي مشى للجرده منهم ساره وراويه، وكاين اللي بقات في الصاله وهي زينه ونجود. تغداو طبعا الرجال في الصالون والعيالات في الصالون الاخر، والفجله طالعه للفوق في بيت السي السيد وشيخ الغفر اللي باغي غير فين يبقى يبوس فيها. ما فرقها منه غير النعاس اللي بغى ينعس باش ترتاح ليه الضربه ويرتاح راسو من كثره التفكير اللي رهق ليه راسو هاد الايام. ونزلات لحقات على البنات في الجرده، استأذنات نجود من زينه اللي خلاتها كتصلي وتسبح كيف عادتها، واخا كلامه هارب ليه الريزو. مشات طلعت الفوق نيشان البيت ديال إلياس، مشات للدريسينغ ديالو، جبدات ليه الحوايج، قبيه صيفيه وسروال ديال القطن في الكري وبوكسور وهبطات ديريكت للملحق. دخلات لقاتو متكي، جاب ليها الضيم والبكيه، ما حسات غير بدمعتها هابطه على خدها. عز عليها بزاف، وعز عليها حتى فؤاد اللي خدا هاد القرار وعارفاه فوق خاطرو. هبطات لمستواه وحطات ايدها على خدو حتى قفز. نوجود اللي صوتها فيه البكا: ولدي شويه. إلياس اللي جاوبها غير براسو باللي شويه وحادر عينيه. نوجود اللي مدات ليه الحوايج: هكاك بيتي، ادخل للدوش ديال لاصال، دوش بالمسخون وريح عظامك، واجي الحق عليا باش تدخل، ربك كيسولو كاينين الناس. إلياس اللي ضحك باستهزاء: اش من يسول؟ فين غنشوفو؟ وباش من وجه؟ اشنو غنقول ليه؟ وخويا ملي يشوفني. نوجود: خوك طالع الفوق غير يرتاح، غينزل نيشان من الجهه الاخرى، هو ومراتو غاديين طالعين الفاس غيباتو تما. وباك قول ليه وقع لك حادث، ضربتي مع شي صاحبك عادي. إلياس: يا ودي كلشي غيدوز. وهز فيها عيني حمرين: خويا الوالده تبرى مني خويا. نوجود: الحق لها ولدي، عنده الحق، اش خصك؟ اش ما خصك؟ قول لي كل شي عندك، حسن من صحابك السلاقط. المره الاولى نبهك ما حشمتيش، هو ما بغاكش تكون في حاله، بغاك تكون احسن منه، راك قللتي من احترامه ولدي. عجبك هاد الشي؟ إلياس: الا قلت ليك ندمت تثيقي بيا. نوجود: نتيقه ولدي نتيق. إلياس: ما نقدرش ما نفكرش انه نكرني، ما نقدرش، وخا ندير اللي درت ما يسمحش ليا. نوجود: يسمح ليك غير تيق بيا مع الوقت، وإلا تبتي ليه العكس وداكشي اللي بغا غيجي عندك الراسو، واخا قاصح راه حنين وخوتو ما يفوتهم. إلياس: كيفاش غيتيق؟ اشنو غندير؟ نوجود: خليها عليا، اول حاجه اتقرب من الله، لا انت لا خوتك ما كتصليوش. علاش؟ يوسف كيصلي ويقطع، والبغل ديال صهيب مرفوع عليه القلم. اش همني؟ ادخل سوق راسك وتبت، بعد على دوك الصحاب، اقرا وجيب اعلى نقطه وشرفه، خليه يفرح، راه واخا يقول لك هكاك راه ما يقدرش ينكرك، راك امانه من عند مينا الام زعما ديالهم. إلياس اللي جاوبها براسو وحس بنوع من الامل والاطمئنان: واخا راي دوك الحوايج. نوجود: الحق عليا فاش تكمل، ورجع ناشط ضحك وكون هاني. فؤاد عليا انا غير تهنى، باس لها ايدها وضحك، عاد ارتاحت وخرجت من لاصال وخلاته ودخل يدوش. غربات الشمس اليوم وغرب معاها احداث ديال النهار اللي داز. فاق ومشى دوش وخرج بدل حوايجو، قميجه كحله وسروال كحل، دار الصمت على سروالو ورش بارفانو، ولبس ساعتو السواتش اللي في المجر ديال الساعات اللي بيتو. هز الفون بقشش فيه، ايد شادو بها وايد خاشيه في جيبو. بقشش وسالا هو يرسل لها ميساج باش تطلع تبدل ويتحركوا من تما. مشى لبس قاشرو ومشى للمجر، جبد منه البواطه اللي فيها الخاتم ديال الزواج ديالو، دارو في صبعو حيت كانوا حيدوه ليه فاش تضرب، واسعفوه
وبقى في داك الدار ديال الغابه، وعاد حنا عليه الله ودارو هو كيوعد راسو عمرو غيحيدو. ما هي الا دقائق حتى تحلات الباب ودخلات وباسه في حنكه. فؤاد جيبي شنو غتلبسي واجي عندي. مشات للدريسينغ تشوف شنو غتلبس، بقات واقفه الجلالب عندها كتار حتى حسات بيه وراها مدور ايدو على كرشه كتطلع وتهبط عليها حتى دخلات الكرشه وخرجاتها بفعل احساس بالفراشات والضوء اللي ضربها بهاد الحركه. فؤاد اللي كيهدر ويلعب لها في كرشه وواقف كيشوف معاها حتى مد ايدو لواحد العبايه كتسد على شكل بينوار في الباجو فيها دونتيل في الكمايم ومزوقين بالستان الاسود. مدها ليها وهي دورج بدات تسليم في الاسود. يلا بغات تحيد حوايجها حتى وقفها ودور عنده، حيد لها البيجامه بشوي حتى حيدها كامله ولبس السروال والعبايه ومشط ليها شعرها وبغى يجمعوا ولكن ما عرفش. يامنا انا غنهبط عند ساره ولا راويه تجمعوا ليا. فؤاد اللي داير ايده في جيبو من بعد ما خشى الفون شير ليها بصبعه غادي نخرج نكمي ووصلي عليا لتحت غنتسناك. مشى لبس صباطو وخرج هبط من الجهه الاخرى ديريكت للجرده البلاصه اللي قريبه للسياره ديالو. عيطات على ساره وراويه اللي طلعوا عندها بالخف. راويه اجي نسولك منقيه راسك مهليه في راسك زعما دايره لاصيغ وغمزاتها. يامنا اللي تظنك هاد الثاني اويلي ما غادي نديرو والو وراتها ايدها شوفي ايدي وبراءه زعما نطقاتها. ساره علاش غادي بيك للدار ديال صهيب كون ما ناوي عليها النيت. راويه ما تعرفي المهم ديما الحاله تكون نقيه. ساره تنتي ما تخافيش راها نقيه فاش كانت بنت كانت ديما كتوضى وديما منقيه حالتها تقيسيها توسخيها. راويه دابا قولي ليا واش دايره على صيغ. يامنا راويه حشومه عليك ياه. راويه اويلي حي رحنا غير بنات يامنا سولتك. يامنا فاش كنت في روسيا كنت كندير غير الغازوار ما كنتش كنعرف ندير لاصيغ وما كنعرف حد تما عنده نديرو. راويه ياك بعدا منقيه حالتك ومقاده. صافي هاني دابا نعلمك كيفاش ديري لاصيغ الراس كامله صافي. يامنا واخا احسن. جمعوا ليها شعرها ضفروه ليها ورشات البارفان لبسات صبيبات في الاسود وخرجات وهما هبطوا لتحت وهي بطات لحقات عليه غير شافها ووقف وجرى جنبه عنقها ومشى وحل ليها الباب دار لها السانتيور عاد دار الجهه الاخرى ركبوا ديمارا نيشان الفاس. واش انت بعقلك تضارب ولدي. هنايا كانوا كيهضروا مع الياس اللي قال والوليد راه عادي ما ديرش بالك بلا ما نقول لك عارفني ما كنضربش عمري ضربت ولكن هذا كان خاص ياكل عزاه هو صح مني اش نديرو. الحاج لا حول ولا قوه الا بالله يا ربي السلامه اش واقع في هاد الدار ما حيلتنا اليامنا زدتينا انت. مصطفى يهديك الله هادو هما الدراري عاد قلت لي كنتي كتر منه. الحاج ايوا اش غنديرو. مشى الياس جلس حدا زينه اللي شبعات وقريص تموت عليه وتا هو شد ليها الخاطر. زينه الله يا وليدي الله مالك خليتيهم يشرشموك تا انت. الياس المره الجايه غنشرشمهم على رقبتك. زينه وترجل وما تخلي حد يعلم عليك ويلي حي. الياس وزهري طيحني فيه صحيح اشنو غندير. بقى هو وياها في الملاغه والضحك باش يغطي على همه وينسى ولو غير شوي. قبل شويه كان قبل الحق على الوجود من بعد ما كمل بقى في لاصال شحال هو كيفكر في هدرتها. فعلا الحزن ما عنده باش غيفيدو وباش غيرجع فؤاد كيف ما كان معاه لازم يغير من راسه ولازم يخليه فرحان بيه ويرجع الثقه ديالو فيه. وبقى شحال هو كيفكر حتى قرب المغرب طلع لفؤاد حتى بان لي خرج هو ويامنا. اما نجود اللي فرحات بمجيته وهي تجرد ذاته حتى للصالون. الحاجه غير كيف دخل الياس بان ليه وجهه كله مشلض وخفاتو عليها يومين باقي الكدمات حتى وقف. صلي عليك يا رسول الله الله ولدي مالك وعيني خرجوا. الياس والو الوليد غير حادث الحمد لله بلاتي نسلم على عمي والميمه ومشي يسلم عليهم بالضحك والنشاط باش باه ما يعيقش حتى تكلفات نوجود شرحات ليه باللي شي مناوشه مع واحد من صحابه وضاربو. نهايه الفلاش باك ديال شويه من بعد ما خداو الطريق الفاس الدار ديال صهيب باش يبقى على راحته
بلغاتهم يامنة باللي غيباتو تما، وما تفكات من زينة حتى قالت ليها راه عنده شي خدمة وغيتعطل والصباح غيجيو بكري. نمشيو عند يوسف وصهيب اللي وصلات وقيتهم وجاو في وقت مبكر حيث بلغهم الحاج والوجود باش يجيو بكري، حيث غيكون عشاء مجموعة فيه العائلة. سلاو شغالهم وجاو في السيارة وحدة ديال يوسف. جاي صهيب كيهرنن ويبكي ليوسف على دويرته اللي احتل ليه السليطين على قولته هو، والسليطين بالمعنى الأمر هو فؤاد هتلر ديال الدار. اما اللي خرج من السيارة هو ينقر عليه تطيب له راسه، كان ناوي يقصر الساعات جاه الاحتلال. صهيب كون لقيت نشعل العافية في ديك الدويرة ونخليهم على الضص، وعباد الله غنموت علاش ما يمشيش للدار اللي هنا في ازرو لأسادها ودويرتي. يوسف فرعتي لي المخ ديال المخيخ دراسي، سير عنده هكاك وهدر معاه ولا سير ونسهم تما، بلاتي نعيط ليها راسي يجي يديك عنده. صهيب شور يا شور غا كنضحكوا ها ناري صافي غنكتب عليه بسميتو، غير مع زهري العوج فين ما نبغي نجيب العشيره نصهر معاها كينزل عليا. بقى كينقر حتى حس يوسف راسو بغى يتلاح من السطح ولا يجر ملتو من عنقو يغطسو في داك لابيسين يقطع فيه النفس. خلاه كيهرنن وهو يزيد دخل وطلع ديريكت للدوش يدوش ويبدل ويهبط لعندهم. اما صهيب اللي وقف حتى جاوب على الفول اللي صونا ليه، هو يدور من الجهه الاخرى ما بغاش يدخل من الباب الرئيسي حتى يدوش ويبدل عادي يهبط عندهم حتى هو. يلا دخل من الباب اللوراني حتى خرج فيها، ضربات ليه راسه مع صدرو حتى حسات بالفك ديالها تزعزع، وهو جاتو زويه من حيث لا يحتسب حتى غوت بالخلعه. صهيب وما صلي عليك يا رسول الله، وهز راسو فيها انتي عودي اللي خرجتي فيه انتي، واش مالك عمية عورة لا جاية من داركم، واش بغيتياش قتلتي ملتي بالخلعة. اتكى على الحيط داير ايدو على جبهته، مو سيدي ربي الراقد غينوض. سارة راسي دريتيني فيه وصدر هذاك ولا حيط ما شفتكش. صهيب اللي خرج في عينيه حتى تفافات، غبري من قدامي ولا نخربق ليك السلسفيل، ومشي كيعاير وخلاها. العفو بنادم طاح لي يمكن، بنادم الميت يولي زومبي، السخانة تولي سالمة أبغيتها عليك يخ. المسافة ديال الطريق من أزرو الفاس، المسافة ديال الطريق وهي حاطة راسها على السرجم وكتشوف الطريق. كان غادي بسرعة حتى دخلوا الفاس وخذ الطريق ديال البارتما، غادية قلبها كيضرب وحنا كنزنكين وفمتها هو. ركن السيارة قدام العمارة ونزل وحليها الباب حتى حيد السانتور وعاونها هبطات، شابك صباعها مع صباعه، شير العساس اللي مد ليه السوارت ومشى اطلع هو وياها في السانسور حتى وصلوا للبارتما. حل الباب وكحاز حتى دخلات وسد الباب. فؤاد اللي هاز الفون باش يعيط، غزالي شنو تاكلي يا من اللي دلات شنيفاتها اللي كان مشى لشنايفها حتى عليهم بواحد البوسه حتى خلاها حضرات راسها تاني، علكش لها شعرها ودار اتصال ووصى على العشاء. طلب الحوت مشكل والشلايض والمناضة، ولكن وصى عليهم من بعد ساعتين عاد يجيبوهم. كانت هي مشات للصالون، حط الفون فوق الرخامه اللي تما حدا السواري ديال الصالون والحق عليها، جاها من اللور لصق عليها كرشه في ظهرها، مد ايدو دور على كرشها واليد الاخرى مشى بها العنقه كيتحسس فيه بصباعه. غمضات عينيها وقلبها بدا كيزدح تاني، حسات بواحد التبوريشه اللي طالعه مع صبعها، غير كيقرب ليها كتحس براسها انثى، غير كيهتم بيها كتحس براسها طفله مدلله. هبط راسو العنقه وجرب فمه وطلع لودنيها كيبوس فيهم ويعاود وكيجر ليها في ديك الشحيمه ديالهم. يدو الاخرى اللي جالسه كتلعب ليها في كرشها، الفراشات كيبداو يلعبوا ليها في كرشها. فؤاد اللي كيتلمس ليها في كريشتها حتى شاف الباندا اللي في ايديها ودورها لعنده، شاف ليها في وجهها اللي ولا فيه الطبايع حمرين، الفجله بانت، حط صبعو عليهم كيتحسسهم حتى عضات على شفتها السفليه بخجل وبدون شعور. هاد الحركه قدرت تعطي انذار باش يبدا يشعل، هو اصلا شاعل من جهتها وما قدرش يصبر، وخاضر راها ايدها ما قادرش يصبر، كل حاجه فيها كتزيد رغبته فيها كامراه. حركات الطفوليه قربها عليه ملصقه معاه
حل الحزام ديال العبايه، مد يدو حتى هبطها عليها من الكتاف وحيدها على اليد الاخرى. من بعد ما حليها الباندا حتى حيدها ورجع عليها، نزل لشفايفها كيقبل فيهم ويعاود. بقاو مده هكاك، عاد فصل القبله من بعد ما بان ليه فما اللي ولا احمر وتنفخ. فؤاد اللي وقفها ولكن لصقها مع الحيط، دار يدو هنا وايد ليه محاصره وسطهم. غزالي شوفي فيها. يمنى اللي هزات عينيها بزز. نعم. فؤاد مالك؟ يمنى اللي وراتو ايدها. ايدي. فؤاد اللي عض مزيان على شفيفه بحركه جذابه. يدك غتبقى في الامان، اللي ضرك ضرني امراتي الغزاله. يمنى بصوت فيه خوف عليه وحنين. جنبك مريض؟ فؤاد عارف شنو كندير. يمنى اللي زمات شفايفها مبتسمه بخجل، قلبها اللي كيضرب والحشمه قتلاته معاه. عينيها اللي بغاو يتسدوا ما كرهاش تحيد منها، ولكن الغالب الله. هاد الضخامه والتقلديمه كلها قدامها، حاجب عليها البيت بالعرض ديال كتافه وطولته، غير باش تشوف فيه كتهز راسها حتى كيتعنز عليها عنقها. فؤاد اللي خشى وجهه في حنقه باسو بوسه خفيفه وعضو بسنانه. شحال هو شادو بسنانه عاد طلقو، مد ايدو الايدها اللي سليمه، شابك صباعهم وقرب ليها باسه بوسات متتاليه وهي غير كتشوف فيه. حاس بالضربات ديال قلبها اللي مجهدين. انتي في عينيا واللي غضرك غيلقاوها عينيا. هبط ايدهم اللي مشابكين وفصل ايدو مع ايدها ودورها وشدها قربها وهز عليها وحطها لها على حنكو. يمنى اللي خرجات عينيها وقلبها سكت وفمها بياض والوجه ضربات السالمه الكحله. العين نقزات منها دمعه بالموقف اللي تحطات فيه. اول مره كتهز ايدها وتقيس وجهه وهي خايفه ومرعوبه. اول مره تحس هكا، ما عارفاش شنو كدير ولا هاد الاحاسيس اللي حاسه بهم. وفؤاد كيف العاده حجبانو معقودين وعينيه معسلين فيها، كيتمنى ياكلها دابا. انطق كيف عادته وقال يديك في الامان. ومو الخيمه اللي ما بقى في الامان، يعني على راسو. كانت هذه اول مره غتحط ايدها على وجهه وهي في كامل قواها العقليه وعارفه مباشره فين حطات ايدها. هو بهذه الطريقه خلاها باش هي تقدر هي تبادر وتقيسه في وجهه وفين ما بغات. هاد الحركه هذه بالضبط كل مره كيدير حركه جديده باش تعود عليه وتعود على حياتهم الزوجيه. هو اللي حاس بالنار اللي شعله فيه. كيحط ايده عليه بايده خلاها تحسس وجهه. كان تقريبا الشوق ليها قتله، وخاصه ان العلاقه بيناتهم كانت قليله. جو مشاكل عرقلوا علاقتهم الزوجيه، وهو في حاله فحال اي راجل مزوج كيتوحش مراته في الفراش وفي الحلال مشتاق ليها وفي الحب مشتاق ليها. مراته شرعا وعلى سنه الله يدير فيها ما بغى وكل ما يرضي الله، ولكن هو كيعلم غير بشوي بشوي. كل مره كيدوز معاها لمرحله اخرى. ايامنا اللي باقا حشمانه ومزنكه نقولوا تخوى عليها سطل ديال الماء. كل مره ملي كدير شي حاجه جديده قلبها اللي كيبدا يضرب وكتصدم وكتزنك. شرعات في عينيها وفمها تصرد. فؤاد اللي عينيه هايمين فيها ومعسلين شافها سكتات وقال مالكي. يمنى اللي ما قادراش تشوف فيه كتنزل عينيها وترجع تطلعهم. الزنكه وعينيها كيهربوا من شوفاته. فؤاد اللي حيد ايدها هز باسها في كفها، حط ايده ورا خصرها وبحركه خفيفه جرى لصق معاه. هبط بشفايفه لشفايفها ببوسه خفيفه ورجع كيهدر وشفايفه مستقرين على شفايفها. حسات بالنفس ديالو اللي سخون وهو كيهدر. اعطيني راسك وما تخافي من والو. فايت قلتها ليك، واخا ما كنبغيش نعاود الهضره ما فيها باس نعاودها ليك. اللي درك درني، ما نبغيش اللي درك وما نبغيش ليك. يمنى اللي ابتسمات بخجل كعادتها لا رد. ابقى شحال هو حايزها لعندهم ملصقه معاه ومراعي الايد خالق فجوه بيناتهم باش ما تضرهاش. باغي مراته وباغي حلاله وفي نفس الوقت مكالي عليها وخايف عليها وبزاف. وبقى كيشوف فيها وما كيتبادلوا النظرات. هي اللي نظراتها كلهم خجل وحب، وهو نظراته اللي كلهم حب وشوق وهيام فيها. هنا كانت نهايه هذه الحلقه ديالنا. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. البنات راه من صوتي غايبان لكم راني مريضه، غير سمحوا لي على الصوت اللي سجلت لك به اللي سجلت لكم به. كنعتذر منكم والله غير ديروا معايا بالشفاء العاجل. ما بغيتش نخليكم بلا جزء بلا حتى شي حاجه، والله كندير فوق جهدي وانتم ادعيوا معايا الله يرحم لكم الوالدين. وشكرا لكم، ونتلاقاكم ان شاء الله في الجزء او في الحلقه المقبله، عفوا الجزء او الحلقه المقبله باذن الله. خليتكم في راحه الله.